السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة. قبل ما نبدأ الحلقة كالعادة نصلي على سيدنا محمد أشرف الخلق وخاتم الأنبياء، وتنزل تبقى اللايك بتاعك المتين. عايزين نوصل الفيديو ده ل50 لايك، طبعا الرقم مش كبير بس إن شاء الله نوصله 50 لايك. وانزل اعمل اشتراك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد وما تفوتش ولا حلقة من اللي احنا بننزل. نبدأ الحلقة بأول خبر معانا وهو كالآتي. طبعا مشاكل نادي الزمالك في منها كتير، يعني مشاكل نادي الزمالك موجود منها اكتر. يعني احنا لو اتكلمنا في حلقات كتير عن موضوع نادي الزمالك ده مش هنخلص من المشاكل اللي عنده، من القضايا ومن الفساد وارض اكتوبر اللي اتسحبت الكلام ده كله. بس انا هختصر لك النهارده في الحلقه كام مشاكل عنده. دي المشاكل الابرز اللي بتمر بنادي الزمالك، وهي اول مشكله معانا وهو السبع قضايا اللي على نادي الزمالك في الفيفا. طبعا السبع قضايا دول هم المصيبه الاكبر اللي انا من وجهه نظري شايفهم بيمر بنادي الزمالك، او اللي هيكونوا سبب في قفل كل حاجه تخص نادي الزمالك. او لو الاداره صاحيه هو ده السبب الرئيسي اللي الاداره هتدور ان هي تحل السبع قضايا دول. ليه؟ هتقول لي ليه؟ اعتبر ان انت قلت لي ليه. السبع قضايا دول هم السبب الرئيسي اللي هيحلوا لك كل حاجه في نادي الزمالك. لو انت حليت السبع قضايا دولت فانت اعتبر نفسك حليت 90% ولم يكن 95% من كل مشاكل نادي الزمالك. هتقول لي ازاي يا عم؟ ده سبع قضايا بس هيعملوا ايه؟ ما انا هقول لك اهو. السبع قضايا دول عشان تحلهم انت محتاج فلوس، وانت لو جبت فلوس وحليت السبع مشاكل دول او السبع قضايا دول كل حاجه في النادي هتتحل. كل حاجه انا جاي لك في الموضوع، ولسه كل الحاجات اللي انا هقول لك عليها في الموضوع دلوقتي دي كلها بتتحل بالفلوس. بس خلينا في السبع قضايا. السبع قضايا دول انت لو جمعت الفلوس بتاعتهم، يعني انا ما جمعتهمش بس انا كنت كاتبهم عندي او ان انا قريت الموضوع ده قبل كده. السبع قضايا دول كلهم ما يجوش 250 الف دولار يا عم، هنقول نص مليون دولار. انت لو بعت لعيب واحد عندك ب 2 مليون ولا 3 مليون دولار انت حليت كل المشاكل اللي عندك منهم السبعه، ومنهم هتقدر تشتري لعيبه. يعني انت لو بعت لعيب واحد من عندك انت هتقدر تحل السبع قضايا دول. وبالمناسبه السبع قضايا دول منهم لعيبه ومنهم مدربين. يعني منهم لعيبه رافعه قضيه على نادي الزمالك علشان ما خدوش فلوسهم، ومنهم مدربين برضو مشوا من نادي الزمالك ما خدوش فلوسهم وعايزين الفلوس بتاعتهم. فالسبع قضايا دول شامله لعيبه زي ما انا قلت لك وشامله مدربين. طيب ايه المشكله التانية؟ وهي فسخ العقود. فسخ العقود الايام دي منتشر جدا 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 في نادي الزمالك. كلهم اي لعيب اجنبي او بالاخص اللعيبه الاجانب كلها عاوزه تفسخ عقودها مع نادي الزمالك من طرف واحد. شفنا لعيبه فعلا حصلت وفسخت عقودها زي عبد الحميد معالي اللي راح اتحاد طنجة، اللي انا اتكلمت فيه وصوتي اتنبح فيه ان يا جدعان الراجل ده جاي ب 600 الف دولار وهو ليه مليون دولار ومش وما لعبش غير ماتشين، فبالتالي انت مجبر ان انت تدفع شامل اللعيب كله مليون 600 دولار وهو ما لعبش معاك. طيب اللعيبه اللي فسخت عقودها ومشيت خلاص دي اجباري لازم هتدفع، ولو ما دفعتش هيخشوا جنب اخواتهم في القضايا. طيب اللعيبه اللي موجوده مدياك انذارات. شفنا موضوع بنتايك وهروبه من نادي الزمالك علشان ما خدش فلوسه وان هو مقدم انذار وفسخ عقده من طرف واحد. شفنا لعيبه كتيره. شفنا اخوان بيزيرا مهدد ان هو، وطبعا مفيش حد اتكلم الكلام ده حصري، اخوان بيزيرا مهدد ان هو يفسخ عقده مع نادي الزمالك من طرف واحد لو ما خدش فلوسه. طيب عندك لعيبه مشيت وما خدتش فلوسها، عندك مدربين مشيت وما خدوش فلوسهم. يعني يانيك بيريرا ده اقسم بالله لحد النهارده ما خدش فلوسه. لعيبه ماشي ما خدتش. اللعيبه اللي موجوده لحد النهارده، بس خلينا في الاجانب اكتر لان الصوت العالي في القضايا للاجانب. يعني اللعيبه الاجانب ما خدوش فلوسهم، منهم اللي فسخ عقده ومشي ومنهم اللي قال لهم يا جدعان يا تدوني الفلوس يا اما هديكوا انذار وبعد كده افسخ عقدي لو ما خدتش فلوس. طيب بالنسبه للمدربين اللي مشوا خلاص برضو منهم اللي لو ما خدش فلوس هيرفع قضيه. طيب نيجي بقى للمشكله الثالثه اللي انا شايفها مشكله مضحكه جدا جدا جدا، والا هي استقاله المدير الفني لنادي الزمالك الكابتن احمد عبد الرؤوف. ودي اكبر مشكله وفي نفس الوقت اكبر حاجه تضحك عليها في نادي الزمالك. طيب احمد عبد الرؤوف استقال ليه؟ استقال عشان الخبر اللي جاي اللي انا هقول لك عليه اللي هو بتاع تمرد لعيبه نادي الزمالك. طيب احمد عبد الرؤوف لما جه من كام يوم ينزل التدريب ما لقاش ولا لعيب يدربه. يا نهار اسود، والله ما لقى ولا لعيب يدربه. دخل الملعب علشان يدرب لعيبه ما لقاش ولا لعيب يوحد ربنا يدربه. وعلشان كلامي يكون صادق بالظبط لا 3 لعيبه يدربهم من القايمه كلها. هتيجي تقول لي طب الباقي راح فين؟ هقول لك الباقي كلهم متمردين على نادي الزمالك، ما هم مش بياخدوش فلوسهم، ما كلهم عايزين فلوس. يعني هم كلهم ده اكل عيشهم وكلهم عندهم التزامات وكلهم عندهم مصاريف. فانت بالتالي لما تاخد منهم
اللي انت عايزه وما تدوش فلوسهم، طب ما هو ده هيتمردوا عليك. يعني انا طول عمري بشوف في نادي الزمالك كل سنه او كل كام سنه لعيبه الزمالك تتمرد على نادي الزمالك، لعيبه الزمالك تتمارض، لعيبه الزمالك بتهرب، لعيبه الزمالك مش عارف ايه. يعني انت دلوقتي سبب رئيسي ان المدرب مشي مش عشان النتائج او ان هو مش عارف يدرب او ان هو وحش او الكلام ده كله او الاداره مشيته، لا هو اللي قدم استقالته ومشي علشان ما فيش لعيبه يدربها. فعرف هنا ان هو لازم هو اللي يقدم استقالته علشان اللي جاي خراب. بمعنى اصح نط من المركب قبل ما المركب تغرق بيك، وهتشيل انت الليله. يعني هو لو المركب غرقت انت اللي هتشيل الليله. فخلع وقدم استقالته واتقبلت الاستقاله. ده اول هام في نقطه المدرب. تاني هام، مفيش ولا مدرب جه من ساعتها يدرب نادي الزمالك، لا مؤقت ولا اساسي. يعني مفيش مدرب مؤقت قال انا هاجي امسك نادي الزمالك على ما تجيبوا مدرب، ولا في لاقيه مدرب اساسي يجي يدرب. يعني لا ده ولا ده. دي تاني نقطة، مفيش مدرب راضي يجي الزمالك. طيب المضحك بقى ان هم بيفكروا ان هم يجيبوا مدرب مصري على الجهاز الاداري الاجنبي. يعني المضحك اصلا في احمد عبد الرؤوف ان هو وافق بالقصة دي، ان احمد عبد الرؤوف كان بيدرب بجهاز اجنبي. انت متخيل الفجر وصل لفين؟ يعني مدرب مصري بيدرب بجهاز اجنبي. طيب دي نقطة. لما احمد عبد الرؤوف مشي عايزين يشوفوا حد مصري يجي برضه يدرب بجهاز اجنبي. طب هنقول ان احنا هنمشي الاجانب وهناكل عليهم فلوسهم زي ما بنعمل مع كل المدربين ومشيوا. عاوزين مدرب اجنبي بطوله مع جهاز فني مصري كامل. يعني يا كده يا كده. اللي هو يعني انت يا هنعملها كده خالص، يا هنعملها كده خالص. يعني لا يا يمين قوي يا شمال قوي. ودي مشكله تانية، دي انا مش فاهمها. يعني عقلهم وصل لفين ان هم يعملوا حركه زي دي؟ اللي يقول لك احنا عايزين مدرب اجنبي لوحده بطوله مع جهاز فني مصري، او مدرب مصري بطوله مع جهاز فني اجنبي. يعني انا اعرف يا اجنبي كامل يا مصري كامل، انما ان انت تعملها تنوع. فكرتني بمقوله مرتضى منصور، انا هجيب له واحد مصري معاه لايام فيريرا، هجيب له واحد مصري معاه بصلاحيات مدير فني، ولو مش عاجبه يشرب من اي خراره. طبعا احنا كلنا عارفين المشهد الفظيع ده واللي كان سبب في تدهور الزمالك من الفتره دي. يعني فالايام دي الزمالك بيمر بحاجات مضحكه قوي. يعني كل اللي بيحصل في الزمالك مضحك قوي. اللي هو انا مش عارف. يعني انا كل ما افتكر الجمله دي اضحك. مدرب مصري مع جهاز فني اجنبي، او مدرب اجنبي مع جهاز فني مصري. طب انت كده ما هو خلاص. يعني لو جهاز فني كامل مصري يبقى الاجنبي جاي يعمل ايه؟ يعني انت هتديله دولارات على ايه؟ هو هيجي يتكلم الكلمتين بتوعه؟ ما انت معاك جهاز كامل مصري يبقى هات مصري. هتجيب اجنبي يبقى هات اجنبي. ده اللي انا اعرفه. طيب فلوس اللعيبه. طب هي فلوس اللعيبه هتاخدها منين؟ يعني فلوس اللعيبه هتاخدها منين؟ فلوس اللعيبه اللي قدموا فيك انذارات وعايزين يمشوا لو ما خدوش مستحقاتهم هتجيبها منين؟ فلوس اللعيبه اللي قالوا يا مش هننزل تدريب غير لما ناخد فلوسنا هتجيبها منين؟ فانا شايف والاقتراح ده حصل بالفعل من كابتن حسين لبيب مع احد الوكلاء، وقال له بالنص كده، وقال له بالنص كده او قال له بالنص كده عايزين نشوف حد من لاعيبه نادي الزمالك نسوقه في الخليج، في اوروبا، في ليبيا، في اي جن ازرق، علشان نسد ديون نادي الزمالك. والكلام كان على محمد شحاته، ان هم عاوزين يمشوا محمد شحاته او يجيبوا له عرض ب 2 3 مليون 4 مليون ويحلوا مشاكل نادي الزمالك دي كلها. طيب مين تاني غير شحاته بيتكلموا على بنتايج ان هم عايزين يغفلوه بالمعنى الاصح، ان هو تعالى يا حبيبي وطبطبوا عليا وادوا له كام حاجه من تحت الترابيزه كده، واول ما يهدي ويمضي ويهدى ويعمل يروحوا عارضينه للبيع وبايعينه للخليج. ده الكلام اللي داير الايام دي في مجلس اداره حسين لبيب بالنسبه لموضوع الفلوس، او ان هم عشان يحلوا المشاكل ازاي. رقم واحد عايزين يبيعوا محمد شحاته او او بنتايج. بعناهم هنمسك فلوس، ما بعناهمش الزمالك هيروح في 60 ده. طيب نيجي بقى لموضوع الكيدو اللي هم رجعنا لاول حاجه تاني السبع قضايا، ان هم بيتكلموا ان احنا يا اما نحل السبع قضايا، يا اما نجيب مدرب فني، يا اما ندي اللعيبه الفلوس. اختار لك واحد بقى. يعني ايه؟ مفيش حل بتاع جميع ما سبق. يا ده يا ده يا ده. يا اما سبع قضايا تتحلوا وتفتح القيد، يا اما تجيب مدرب فني، يا اما تدي فلوس للعيبه وتبقى اللي كله خرب مع بعضه. ما هو انت هتدي فلوس للعيبه ومين اللي هيدربهم الله اعلم. ده قصه مشاكل نادي الزمالك. طيب نيجي بقى لتمرد اللعيبه عن التمرين داخل نادي الزمالك. اللعيبه مش عاوزه تتمرن علشان عاوزه فلوسها.
اللعيبه مش عاوزه تتمرن علشان عاوزه فلوسها المتاخره، وده كله مقابل ان هم ايه، ينزلوا يلعبوا الماتشات او ان هم يتمرنوا. او بكده يا اما الفلوس يا اما مش هنتمرن، يعني يعني نتمرن وكون اديتنا فلوسنا، يا اما مش هنتمرن وحلها بقى انت من عندك بقى. يعني احنا هنتمرد وحلها، يا اما كلنا هنروح نرفع عليك انذارات، ما انت مش راضي تدينا الفلوس بتاعتنا. فانت يا تحلها يا اما مش هتشوف ولا لاعب ينزل يتمرن وكله هيتمرد عليه. ولو تفتكر ماتش الزمالك اللي كان في كاس الرابطه، اللي اتفاجئنا كلنا ان الزمالك قال لك هيلعب بشباب الزمالك بحجه ان هما بيريحوا اللعيبه، ما طلعتش حجه تريح اللعيبه اصلا، طلع بحجه ان هما عاوزين فلوسهم، فبالتالي مفيش لعيبه تلعب، فقال لك طلع شباب الزمالك يلعبوا الماتش ده. واللي حصل ان الزمالك خسر 3-0 بشباب الزمالك. ونيجي لموضوع شباب الزمالك ده هنتكلم فيه في الاخر، زمان انا كاتب لك في العنوان علشان موضوع شباب الزمالك وشباب الاهلي، الموضوع ده كارثه، الموضوع ده كارثه. فبالنسبه لموضوع تمرد اللعيبه، فاللعيبه يا تدينا الفلوس يا اما مش هنلعب. دي بالنسبه لكل مشاكل نادي الزمالك. موضوع بنتايج، اخر تطورات فيه ان هم مستنيين بنتايج يرجع من تايلاند عشان يحاولوا معاه ان هو يا يوافق يا يرفض ان هو يقعد في نادي الزمالك. طيب قفلنا باب الزمالك خالص، نيجي بقى لأهم موضوع ماشي الأيام دي وبيتقال على لسان صحفيين المفروض إن هم كبار في المجال، وصحفيين أفشل ما يقال عنهم اللي هم أفشل صحفي أو أفشل ناقد رياضي في المجال، وهو موضوع حقيقة استقالة ياسين منصور نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي. أنت أصلا لو سمعتها من نفسك هتتصدم. يعني إيه واحد لسه داخل من الانتخابات واخدها تزكية وداخل مع كابتن خالد خطيب في القايمه وتقول لي اصل هو هيقدم استقالته؟ طبعا طلع علينا ابو المعاطي باشا على ما هو يقول ان كابتن ياسين منصور هيقدم استقالته او استقالته موجوده على مكتب كابتن خطيب علشان هو ما عندهوش دور، او ان هو شايف ان هو ما عندهوش دور. انا بقى اللي شايفه ان دي اكبر غلطة عملها الاسطورة في تاريخ حياته كلها. يعني دي كانت اكبر غلطة عملها في تاريخ حياته كلها، واكبر سقطة عملها كابتن ابو المعاطي ان هو يقول خبر زي ده ازاي. يعني اللي اعرفه ان انت عندك بدل الصحفي 2 و3 و4 ومصادر مؤكدة والكلام ده كله، ازاي طالع تقول ان في موقف زي ده حصل وانت عارف ان هو عمر ما هيحصل؟ طب كلمت حد في الاهلي ياكد لك؟ اكيد ما حصلش. لما تطلع تقول خبر زي وهو ما حصلش فاكيد ما حصلش. يعني خبر زي ده يتقال ازاي؟ يعني انا مش فاهم ازاي كابتن ابو المعاطي يطلع يقول ان ياسين منصور هيقدم استقالته او بالفعل قدم استقالته للكابتن خطيب علشان ما عندوش اي دور. وزاد عليها وغطى ان الناقد الرياضي الدرديري المشهور بزملكته الكبيرة بيقول لك على مسؤوليتي الشخصية ان ياسين منصور مقدم استقالته للكابتن خطيب وان هو ماشي وان في مشاكل في الاداره. وانا من مكاني هذا ومن قناتي على اليوتيوب بقول لك ان كل الكلام ده بشنك ملوش اي اساس من الصحه نهائي، ومعايا الدليل. يعني انا بقول لك كده ومعايا الدليل بقى. يعني انت ازاي هتقول ان هو قدم استقالته وامبارح كانوا في جلسه لمده 5 ساعات كامله مع المدرب عشان الصفقات؟ طيب قول لي بقى ازاي لما كابتن خطيب وياسين منصور والمدرب والسيد عبد الحفيظ قاعدين في جلسه 5 ساعات علشان الصفقات؟ يبقى ازاي هيمشي؟ وازاي في نفس الوقت قاعد في اللجنه مع الاداره علشان خاطر يجيبوا لك صفقات؟ يبقى كله كلام في شنك في بشنك، كله كلام هبد في هبد. ما هو كلام طالع من الدليل يقول لك على شخصيتي. يعني هو اصلا مش شخصيته، هو واخد الكلام من ابو المعاطي بالغلط وطالع يقول لك على شخصيتي وعلى مش عم مسؤوليتي وعلى مش عارف بتنجاني، وكله كلام هلس في هلس. يعني هو من امتى احنا بناخد الدليل على كلام اصلا؟ فالموضوع ده ملوش لازمه، فلو ملوش اي 60 لازمه. بص هو حاليا دلوقتي الزمالك واقع، فاحنا عايزين نوقع الاهلي. اي خبر، حط اي خبر عن الاهلي يعمل بلبله شويه، خلي الناس تركز مع الاهلي، هو ده اللي ماشي. ففكوكم من الكلام ده كله، والله ما هو صح. اخر موضوع معانا النهارده بقى واللي انا اتكلمت فيه في نص الفيديو ان شباب الاهلي وشباب الزمالك رايحين في 60 داهيه، او بمعنى بلاش شباب وشباب، ناشئين الاهلي وناشئين الزمالك رايحين في 60 داهيه، رايحين في سكه مش هنعرف نرجعهم منها تاني. يعني ايه الاهلي لاعب المقاولين بالناشئين، بخلاف ان الاهلي لعب بالناشئين في كاس الرابطه كلها، بس خلينا في اخر ماتش حصل وماتش المقاولين ويخسر 3-0.
طب ما انت هتقول لي طبيعي هيخسر، ما انا عارف ان هم هيخسروا مع مقاولين بيلعب درجه اولى وهم ناشئين والكلام ده كله، بس احنا شفنا ان هم ما لهمش اساسيات خالص. مفيش اساسيات، مفيش كوره، مفيش رفعه، مفيش هجمه واحده، مفيش اي حاجه منظمه الا كام واحد بس، عمر سيد معوض وابراهيم الاسيوطي والكلام ده كله. هم اللي اقدر اقول لك عليهم ان هم يعتمد عليهم مع الوقت، انما الباقي كله بشنك، الباقي كله ما يعرفش اساسيات كوره. ماتش الزمالك اللي لعبه مع اتحاد اسكندري واتغلب 3-0، برضه فضيحه، الناشئين فضيحه سواء هنا ولا هنا. الناشئين مش عارفين اساسيات الكوره، كلهم زفت، كلهم رايحين في 60 داهيه. فبالتالي كوره في مصر ضايعه. طب حل المشاكل دي ايه؟ يعني هو الموضوع ده كله حصل ليه اصلا؟ الموضوع ده كله ان كل الناشئين بقى بالفلوس، كلهم بيخشوا بفلوس. ما عادش مواهب، ما عادش انت عندك موهبه فانت هتلعب. كلهم بقوا بالفلوس، انت معاك فلوس بس ما بتعرفش اساسات كوره فانت هتلعب. انت موهوب وهيجي منك وهتكسبنا مع الوقت بعيد فلوس، لا 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 بس انت معكش فلوس تلعب. وفي كلام بيتقال كده يعني، بس انا مش هقوله، ان بيختاروا الناشئين بناء على حاجه كده يعني، بس انا مش هقولها. طيب يعني انا مش فاهم بجد والله، لامتى هيفضلوا الناشئين بتوع الاهلي او الزمالك وحشين؟ هيقول لي اصل بقت الكوره بقت استثمار، ما اظنش. هي كوره استثمار بس مش للدرجه دي. انت الناشئين دول انت بتعتمد عليهم بعد كده. يعني انت عايز تلم فلوس، يعني هتاخد من كل واحد كام؟ 20,000 30,000؟ مالهمش لازمه. على قد ما انت هتطلع لعيب هتكسب فيه ملايين، زي حمزه عبد الكريم لما حصل كده وطلع راح برشلونه بمليون ونص يورو. طب ما ديك كسبت منه. انت ركز في الناشئين وممكن تكسب منها والله اضعاف 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 ما انت فاكرها استثمار وتاخد منهم فلوس علشان خاطر تلعبهم وهو مش موهوب. حل الكوره في مصر ان انت تبدا من الصغيرين تعلمهم اساسيات. مش هتفضلوا الانديه كلها معتمدين على لعيبه الاجانب او اللعيبه بره. عشان كده بيقول لك اي فريق في مصر حط معاه 7 اجانب عشان يوقفوا على رجله. طب والاساسيين بتوع مصر فين؟ منتخب مصر بيروح في داهيه. ما هو منتخب مصر رايح في داهيه بسبب ان انت ما عندكش اساسيات كوره في مصر. مفيش اساسيات كوره في مصر، كلهم بيدوروا على الفلوس. وده موضوع لازم له وقفه بجد والله، يعني لازم له وقفه، وانا اتكلمت فيه كتير وزهقت من الكلام فيه. ولو وصلت لحد هنا يا صديقي ما تنساش تصلي على سيدنا محمد قبل اي حاجه طبعا، وتنزل تعمل لايك وتعمل اشتراك في القناه وتفعل زر الجرس وتكتب لي كومنت